فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا من الشام لبغداد ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطواني. يا سلام عليك. بس ما شاء الله. عم يتم الآن تجهيز لفعالية تحدي القراءة العربية بموسمه الثامن. موجود هون أكثر من 50 طفل رح يتم اختيار منهم 3 وتكريمهم في دولة الإمارات. أنا بتول قنزوع من مركز عرب أوف ليفينج بتدريب الشباب بتحدي القراءة العربية للأغنية اللي حيقدموها اليوم إن شاء الله. يا أهلا وسهلا. أهلا فيك. بدك تحكي لنا عن الحماس لهي الفعالية؟ هلا هن والله صار لهم شهر ونص تقريبا عم يتدربوا على الفعاليه. شهر ونص عم يتدربوا هون؟ لا هلا مو بالمسرح، لا والله بأماكن مختلفه برا، بس التدريب هون يعني والله ما كان قائم غير اليوم لانه ما بنقدر اساسا ننزل على المسرح فترات طويله، بس كانوا تدريب بشكل اسبوعي كرمال يوصلوا، خاصه معنا نجم ما شاء الله اللي هو براء. تفضل. براء ما شاء الله، ما شاء الله صوته جدا 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 رائع. براء من وين انت؟ وركان من الشام، من سوريا. يا اهلا وسهلا. وركان من اليمن. شو بدك تحب تسمعنا؟ اعطينا الفقره اللي انت بالعاده بتقولها. الفقره اللي بدك ترددها اليوم شو هي؟ يلا. فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان. ما شاء الله. صفقوا له والله بده صفقه. انا ركان من اليمن كمان فقرته جدا مميزه. يا اهلا وسهلا. يا يمان. السلام عليكم. ركان. يا اهلا وسهلا يا ركان. من اليمن. سمعنا تفضل. اهلا وسهلا اهل اليمن. صفقه لاهل اليمن كمان. بلاد العرب أوطاني من الشام لبغداد ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطواني. يا سلام عليك. بس ما شاء الله. قد ايه صار لك عم بتحضر لهي الفعالية؟ تقريبا أسبوعين أو 3. لسه ما وصلوا. هلا بس يوصلوا بنعمل يعني هاي لسه قسم من العدد. تماما. يا سلام. تمام. شكرا كثير لك انسه. يعطيكم العافيه. شو يا شباب جاهزين؟ طيب يلا. الله يقويكم يا شباب.